على بركة الله غنوجد معكم الطابلة ديال الفطور ديال اليوم 12 من رمضان ان شاء الله. الايام كدور البنات، ياك شفتوا دغيا بدا رمضان دغيا وصلت 12 يوم. اي والله يكملوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه يا ربي وبالمغفره والثواب. غادي نوجدوا هكا واحد اللاطه ديال الدجاج في الفران، غنوجدوا واحد الحسيوه هكا بالحليب والزرارع، وغنوجدوا شليضه وخبيز وبطبيعه الحال العصير. اقتراح اليوم ساهل ماهل بشهوات هكا بساط في المتناول ديال الجميع. اول حاجه غادي نبداو بها اللي هي العجينه ديال الخبز، راه شاركت معكم الفيديو حطيته بالتفصيل. غادي نقول لكم هنا ندوزو عليه خفيف ظريف بلا ما نبقاو نطرقوا للتفاصيل. بالنسبه للخبز عجنته هكا بلا فورص غير بفرينه وبديك السميده ديال القمح ولا ديال الفرينه اللي كنسميوها عويشه ولا الحمراء. صافي درت مليحه الخميره والخميره البلديه والماء سخون، هادشي اللي درت، ما كندير فيه لا السكر لا والو. درت فيه شويه ديال زيت الزيتون ودرت هكا العجينه اللي كيف ما موالفين ديال خفان زربان هكا. بعد ما خمرات هكا راه كنقرصها هكا، درت ليها واحد جوج شكيلات على شكل هكا مثلث وشكل دائري اللي كيف ما موالفين. داك الشكل مثلث هكا دوزته في الزرارع ودوزته هكا في الدقيق ديال القمح بنخالته وقرصتهم هكا في اللاطه. هاد المثلثين درتهم هكا في اللاطه، ودوك الخبيزات اللي بقاو ليا راه قرصتهم هكا غير في واحد الزويف. صافي وكنديرهم يخمروا. بالنسبه للطياب ديال الفران، كيكون الفران هكا سخون عافيه من الفوق ومن التحت. صافي كيجي واحد الخبيزه البنات خفيف واعر هكا، وشوفوا اللوين كي داير، كيجي كيحمق. غير حاولوا انكم تفادوا هكا الفورص، راه ما في حتى شي فائده ولا منفعه عليكم، خاصه في هذا رمضان. المصران كيكون هكا عليه كثره الضغط ديال الماكله. واهم حاجه في الخبز البنات ما تنسوش انكم ملي يكون سخون تجبدوه من الفران تغطيوه هكا بواحد الزيف باش يبقى رطب. ندوزو بالنسبه للشليضه هكا. بالنسبه للخضره انا غادي نفورها، ما غاديش نسلقها. عندي خيزو بطاطا والقرعه اللي كتكون خضراء، اللي بغى يدير اللوبيا يديرها، اللي بيدير البروكولي يعني على حساب. درت واحد النتيفه صغيره فوق خيزو هكا باش يتفور هكا، يكون بنين مالح. غادي ندير خيزو غير واحد 10 دقائق يطيب نص طيبه هكاك. صافي وغادي نحط حداه البطاطا والقرعه. كيف كتعرفوا القرعه والبطاطا راه دغيا كيطيبوا ما كيتعطلوش. وغادي نخلي الخضيره كامله حتى تكمل الطياب. ضروري كندير ديك شويه ديال الملح هكا باش كطيب ديك الخضيره هكا بنينه، ما كطيبش باسله. بالنسبه للشرموله ديال هاد الخضيره انا درتها هكا بواحد الطريقه اللي ساهله. خديت واحد الجبانيه صغيره درت فيها زيت الزيتون، شويه ديال البزار، قريصه ديال الملح غير شويه، حيت اصلا درنا المليحه في الخضره. واحد العصيره ديال الحامض ولا ديروها ديال الخل اللي كنخلط داكشي مزيان، وكنزيد شويه ديال المعدنوس الا كان المعدنوس يكون افضل، كيجي في التشرميل زوين احسن من القزبر. صافي كناخد شويه من داك الخليط كنديرو الخيزو هكا ونخلطو بلا ما نحتاجو نصوطيو هكا في المقيله. غادي غير نديرو ليه هذيك العطريه وداك القزبر وداك الزويته وداك الشيء كامل. صافي داك الشيء كافي. نفس الطريقه غنديرها مع بطاطا والقرعه خضراء هكا. عندي واحد شويه ديال الخس حتى هو انا قلت غادي قطعته هكا، وحتى هو غندير ليه شويه من ديك الشرموله. وصافي هادشي اللي كاين. درت واحد شويه في الجنيب ديال الباربه حتى هو زدتها اللي كنت سالقاها من قبل. صافي وزينتهم هكاك بالطريقه اللي كتشوفوا موضحه في الفيديو. عندي واحد جوج بيصلات ديال التكتوكه راه كنت ديجا شاركتها معاكم. صافي وكنخلي الطبيصيل على جنب. ندوزو بالنسبه للماريناد اللي غادي نديروها للدجاج ولا الشرموله اللي غادي نديروها للدجاج. عندي الثومه على حساب الدجاج، انا درت 3 ديال الفصوص، عندي البزار، خرقوم، عندي سكينجبير، عندي ربع ديال حامضه مصيره، قزبر ومعدنوس، وعندي العصير ديال الحامض. يا اما ديروا العصير ديال الحامض ولا الخل. العصير ديال الحامض كيجي بالدجاج هكا هشيش. وغادي نديروا واحد شويه ديال الهريسه، ما تكتروش. بالنسبه للحامض مصير غادي نمعسو هكا غير بواحد الفرشيطه، وراه دغيا كيتمعس. اللي بغى يطحنو هكا وجاه قاصح يطحنو. زدت واحد شويه ديال الماء اللي كنت مرقده فيه هكا الزعفران، انا ما درتوش واحد المده اللي طويله، داكشي علاش غايبه لكم هكا ما طالقش مزيان. صافي خلط دوك المكونات مزيان. جبت الدجاج، الا بان لكم هكا طريفات ديال الدجاج كبار حاولوا انكم ديروا فيهم واحد الفليحات بالموس باش دغيا كيطيبوا في الفران. صافي وكنشرمل داك الدجاج بديك العطريه مزيان مزيان. انا هنا درتو غير شي ربع ساعه هكاك، ما كانش عندي الوقت. صافي ما خليتوش تشرب ديك العطريه مزيان. هو من الاحسن هكاك يترقد في ديك العطريه واحد ساعه
يجي بنين كتر. صافي من بعد ما دازت ديك ربع ساعه انا قلت لكم ما كانش عندي الوقت، خديت واحد البصيله اللي تكون متوسطه ولا خضوه صغيره، قطعتها رقيقه رقيقه مزيان هكاك، فلحتها مزيان رقيقه باش هكا ملي تدخل الفران كتذوب. غادي ندير ديك البصيله غير من التحت هكا، غتعطينا ديك الخطوريه لداك لاصوص وتخلي داك لاصوص هكا يجي معلك. صافي فرتت ديك البصيله مزيان مزيان هكا على بعضياتها، وغادي نحط فوق هذاك الدجاج. بالنسبه للدجاج راه كيبقى على حساب موالين الدار، الا كانوا كتار كثروا، الا كانوا قلال هكا قلوا يعني، وعلى حساب المتوفر. هادشي اللي نقول لكم. صافي خويت داك لاصوص فوق داك الدجاج اللي فيها العطريه، وغطيت انا غير بهاد البابي كويسون، ما عنديش سميتو ورق الالومنيوم، خليته يطيب تقريبا ديك 35 حتى 40 دقيقه عافيه من الفوق ومن التحت في الفران. صافي هنا من بعد ما طاب، بعد ما كيطيب نحيد هذاك البابي كويسون، كنخليه يتحمر واحد شويه من الفوق، وديك لاصوص هكا تنشف شويه. انا هنايا كنت ناويه نديرو في داك الطبيصيل، ساعات يبان ليا الدجاج كتير على داك الطبيصيل صغيور اللي في الوسط ديال الخضره. صافي رجعت خويت دوك الطبيصلات اللي فيهم تكتوكه، وخليت هذاك الدجاج غير في هذاك البايركس ديالو ولا في داك المول. بالنسبه للعصير غادي نحتاج هنايا واحد الحبه ديال المونغ اللي حيت ليها القشره، وواحد البنانه. صافي غادي نديرهم في المولينيكس. وعندي هنا العصير ديال الليمون، خويت عن نص الكميه ديال الليمون هكا باش هكا يطحن مزيان داك المونغ والبنان. بعد ما كيطحن مزيان مزيان عاد كنزيد ديك الكميه ديال العصير ديال الليمون اللي بقات. كيجي بنين هاد العصير البنات. ودائما انا راه كنشارك معكم العصيرات اللي كندير ما كندير فيهم لا سكر لا حتى شي حاجه. من الاحسن تفاداو السكر، وبالضروره والضروره الا بغيتو تزيدوا السكر عوضوه هكا بالتمر ولا الزبيب، كيجي من الاحسن. عصير كيجي فيه فائده هكا، الا ضربتو فيه تماره بعدا ولا خسرتو فيه الفلوس كيكون صحي. ندوزو للحسوه. بالنسبه للحسوه غنحتاجو واحد البصيله هكا تكون حمراء صغيره، غادي نزيد عليها البزار الكمون وشويه ديال المليحه. صافي غندير شويه ديال الزيت الروميه، بما انني غنقلي البصيله ما نقليهاش بزيت العود غتحرق، نقليها غير واحد شويه هكا. صافي وغادي نزيد عليها البلبوله. بالنسبه للبلبوله انا اللي درت هنايا درت هذيك الروميه، هذه كطيب مزيان مزيان كتجي معلكه وبنينه. زدت ديك القياس ديال البلبوله غنقليها مع ديك البصيله وديك العطريه غير واحد شويه، اللي ما بغاش يقليها ما يقليهاش. صافي وزدت عليها الماء. هنا غتبان لكم هكا بحال محبه، ولكن ها بقاو تحركوا، راه ديك البلبوله تقلات في الزيت يعني راه ما كتلصقش على بعضياتها، ما كتحببش. كتخويو غير الماء هكا كتبقاو تحركوا، راه دغيا كتحل على بعضياتها. صافي زدت شويه ديال الماء غير شويه، وزدت شويه ديال زريعه الكتان. بالنسبه للزرارة انا عندي ما منقيينش، ما نكذبش عليكم، ما كيبقاش عندي الوقت باش نبقى نقي، كندير على اللي حاجه اللي عندي منقيه. زدت زريعه الكتان وزدت شويه ديال الكمون بان ليا قليل. صافي خلط داكشي واحد شويه، وزدت الماء اللي كيكون غليان، مرقت الماء الكافي وخليتها هكا حتى كطيب. راه بالبوله روميه دغيا كطيب. انا باش كتعجبني كتجي معلكه ملبيه خطيره. بالنسبه للحليب انا ما غاديش ندير الحليب العادي، خديت واحد القريعه درت فيها شويه ديال الماء، وغادي ندير فيها نيدو غيبقى على حساب الكميه اللي بغيتو. انا هنا درت القياس الاول ما قدنيش بان ليا قليل، وزدت واحد القياس وصافي. وغادي نسد ديك القرعه وغنخدم مزيان مزيان هكا، غتجيني ساهله باش نبقى نخلط الحليب مع الماء بلا ما نبقى معنكشه. صافي هنايا من بعد ما طابت ديك البلبوله غنزيد عليها داك الحليب ونخليها غير تغلى واحد شويه هكا. غتغلى واحد شويه هكاك 5 دقائق هكاك ولا حتى 4 دقائق. صافي وكنطفي عليها كتكون البلبوله ديالنا واجده. كنزيد عليها واحد الخيط ديال زيت العود، انا هنا راه ما تصورش ليا. وصافي كنقدموها كتجي البنات بنينه. واهم حاجه ما تخليوهاش هكا ثقيله هكا تجي في الشربه هكا وتجي ثقيله على المعده. خليوها هكا ما خفيفه ما جاريه متوسطه كتجي بنينه. بالنسبه لي طاغطو ولا تحلو اللي وجدت الفيديو ديالهم صراحه طويل حيت فيه بزاف د القياسات والغرامات. داكشي علاش غادي نخلي لكم هاد الوصفه هذه الفيديو بوحديتو هكا بالتفصيل، غادي نحطها لكم غدا ان شاء الله. وصفه سهله صراحه، غير هي كيف قلت لكم فيها هكا الغرامات، فيها هكا يعني بزاف د القياسات. داكشي علاش غادي نخليوها هي فيديو بوحديتو هكا. وهكا غنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو ديالنا. لمزيد من الاقتراحات هكا ما تنسوش ديروا لنا متابعه باش توصلوا كاع بالفيديوهات الجداد. وهنا غادي نقول لكم بسلامه، خليتكم على خير.